بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة سنة رابعة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في Lesson 1 الدرس الأول من Unit 4 من الوحدة الرابعة. درس النهاردة بعنوان Family Gathering، تجمع عائلي. نبدأ بالكلمات المهمة وحاول تكرر ورايا. Exchange gifts. Exchange gifts، يتبادل الهدايا. Perform music. Perform music، يعزف الموسيقى. Play a game. Play a game، يلعب لعبة. Eat special food. Eat special food، يأكل طعاما مميزا. Hide and seek. Hide and seek، لعبة الغميضة أو الاستغماية. Socialize with friends. Socialize with friends، يتواصل اجتماعيا مع الأصدقاء. Oud. Oud، آلة العود. Grilled. Grilled، مشوي. Musical instrument. Musical instrument، آلة موسيقية. Party. Party، حفلة. Fruit salad. Fruit salad، سلطة فواكه. Chess. Chess، لعبة الشطرنج. بعد كده عندنا تصريف الأفعال. لف left. لف left، يضحك. وكلمة لف الجي والاتش هتنطق ف. clap. clapped. clap clapped، يصفق. cheer. cheered. cheer cheered، يهتف. win. won. win won، يفوز. get. got. get got، يحصل على. bring. brought. bring brought، يجلب أو يحضر. وكلمة brought الجي والاتش سايلنت لا تنطق. بعد كده عندنا تعبيرات وحروف جر هامة. family gathering. family gathering، تجمع عائلي. on the stage. on the stage، على المسرح. on holiday. on holiday، في أجازة. show kindness. show kindness، يظهر العطف. get to eat special food. get to eat special food، تتاح له فرصة لتناول طعام مميز. بعد كده عندنا نقاط هامة على نصوص الاستماع والقراءة، وهنا هنتعلم أهم الأفكار والجمل اللي جت في درس النهاردة. فأول فكرة بيقول لي سلمى and عمرو had an amazing family gathering، يعني سلمى وعمرو عندهم تجمع عائلي مدهش. عمرو's uncle performed music on his عود، وعم عمرو بيعزف الموسيقى على العود بتاعه. عمرو played a game of chess with كريم، وهنا بيقول لي إن عمرو بيلعب لعبة الشطرنج مع كريم. سلمى played a game of hide and seek with her cousins، وهنا بيقول لي إن سلمى بتلعب لعبة الاستغماية مع عيال عمها. They ate special food like grilled chicken، وهم أكلوا طعام مميز مثل الفراخ المشوية. عمرو brought fruit salad and everyone liked it، وهنا بيقول لي إن عمرو جاب معاه سلطة فواكه والجميع أعجبوا بيه. They exchanged gifts، هم تبادلوا الهدايا and socialized with friends and family all day، وتواصلوا اجتماعيا مع الأصدقاء والعائلة طول اليوم. بعد كده عندنا choose the correct answer، اختار الإجابة السليمة. Number 1 They will not music on the stage، يعني هم سوف الموسيقى على المسرح. نفكر مع بعض. تمام،
perform، وكلمة perform يعني يؤدوا أو يعزفوا الموسيقى، يبقى they will perform music on the stage، يعني هم هيعزفوا الموسيقى على المسرح. Number 2 at parties، في الحفلات people exchange نقط، الناس بتتبادل إيه؟ to show love and kindness، لكي تظهر الحب والعطف. نفكر مع بعض، الناس في الحفلات بتتبادل إيه؟ very good gifts، وكلمة gifts معناها الهدايا، يبقى at parties، في الحفلات people exchange gifts، الناس بتتبادل الهدايا to show love and kindness، علشان تظهر العطف والحب. Number 3 during family gathering، أثناء الاجتماع العائلي we not with friends and laugh، احنا ايه مع الأصدقاء وبنضحك؟ الإجابة سهلة، تمام، socialize يعني نتواصل اجتماعيا، يبقى during family gathering أثناء الاجتماع العائلي، و socialize احنا نتواصل اجتماعيا with friends مع الأصدقاء and laugh وبنضحك. Number 4 he played music on the نقط at the party، هنا بيقول لي هو عزف الموسيقى على ايه في الحفلة؟ طبعا الإجابة سهلة جدا، كلمة oud، وoud يعني العود، والعود دي آلة موسيقية، يبقى he played music on the oud، يبقى هو عزف الموسيقى على العود at the party، في الحفلة. Number 5 everyone was happy، الجميع كان سعيد، so لذلك they نقط and clapped، لذلك هم عملوا ايه وسقفوا. نفكر مع بعض، السعيد هيسقف ويعمل ايه تاني؟ تمام، cheered يعني هتف، يبقى everyone was happy، الجميع كان سعيد، so لذلك they cheered، هم هتفوا and clapped وسقفوا. Number 6 we ate نقط food like grilled chicken and cake، يعني احنا أكلنا طعام ايه مثل الفراخ المشوية والكيكة. برافو، special، وكلمة special يعني مميز، we ate special food، احنا أكلنا طعام مميز like grilled chicken مثل الفراخ المشوية and cake والكيكة. Number 7 the guitar is a musical نقط، هنا بيقول لي إن الجيتار ده هو إيه موسيقي؟ طبعا الجيتار هو آلة موسيقية، يبقى نقول a musical instrument، يبقى the guitar is a musical instrument، يعني الجيتار هو آلة موسيقية. Number 8 she brought fruits for the family نقط، يعني هي أحضرت الفاكهة لإيه العائلي to share together، علشان يتشاركوه مع بعض. دي إجابة سهلة جدا، gathering، يبقى family gathering يعني التجمع العائلي، يبقى she brought fruits، هي أحضرت فاكهة for the family gathering عشان التجمع العائلي to share together لكي يتشاركوه معا. Number 9 my favorite نقط is hide and seek، ايه المفضل ليا هي الاستغماية. تمام، game، وكلمة game يعني لعبة، يبقى my favorite game لعبتي المفضلة is hide and seek، هي لعبة الاستغماية.